تعمل ايه لو انت اول يوم ليك في الكلية ومش فاهم حاجة ومتلخبط؟ انا اختكم الكبيرة وهقول لكم تعملوا ايه. ما تتوترش، الامور كلها تحت السيطرة. يوم عادي، انت مش لوحدك، ناس كتير قوي بتبقى متوترة. خليك فاكر ان كله، مفيش حد يعرف حد، يعني مش كلهم هيبقوا صحاب وانت لوحدك، محدش يعرف حد. كلنا بنبقى رايحين ان احنا عايزين نتعرف على ناس جديدة، انا لوحدي عايزين نعمل صحاب. فما تتوترش ولا تقلق ولا اي حاجة. اهلا يا حلوين، انا مريم، بقدم فيديوهات مختلفة ومتنوعة عن تجارب في حياتي والحاجات اللي انا بحبها عموما. فلو دي اول مرة تشوفني فما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. شوية معتقدات غلط كده حابة انبهكم عليها. مفيش حد هيحفل عليك، مفيش حد هيمستناك اول يوم عشان يتريق عليك خالص والله. بالعكس، يعني انا تجربه شخصيه متعرضتش لاي موقف كده. بالعكس، انا لو سالت حد كان ناس بتساعدني وناس متعاونه جدا. في ناس اصلا مخصوص بتنزل اليوم ده علشان تساعدك، مثلا تقولك اماكن القاعات فين، الحاجات اللي انت محتاجها، بتوع الاتحاد. فلا، ما تقلقش خلاص، مفيش حد هيحفل عليك. تمام، يعني بجد بجد في ناس بتبقى قلقانه قوي متوتره. لا، الموضوع عادي. واسال اي حد، اسال الناس اللي حواليك، مش عايز تسال الطلاب، اسال الناس اللي عامله هناك. كان مثلا الامن، اي حد من هناك روح اساله. لكن ما تتوترش وتحس الناس هتحفل عليك والناس كلها مركزه معاك. محدش مركز مع حد، كله بيبقى تايه ومش عارف هو رايح فين وهيعمل ايه. فما تحطش الموضوع في دماغك وتحس ان هو انت الوحيد، بقى الناس كلها مركزة معاك. لا خالص، محدش مركز معاك. اسأل لو احتجت ان انت تسأل. مفيش شلة طارق كابو، خليك عارف. جو الباشا تلميذ وحب البنات والكلام ده مش موجود خالص. فما تبقوش رايحين على امل الموضوع ده. ومش هتكلم في النقطة دي كتير، بس كلنا عارفين ايه الحلال وايه الحرام. انا مش من اهل العلم ان انا هتكلم، لكن احنا عارفين الحرام باين والحلال باين. فنحاول على قد ما نقدر موضوع الاختلاط ده، يعني على قد ما نقدر الموضوع ما يبقاش كل حاجة ليها حدود. اي حاجة بتطلع بره الحدود مش بتبقى حلوة خالص. الكلام ده للبنات، خلي دايما علاقاتك في حدود، يعني مش اكتر. مثلا لو انتوا في جروب مع بعض او في حاجة برزنتيشن هتقدموه مع بعض، كل حاجة في الحدود. اي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، وده مبدأ انا ماشية عليه وبجد بنصحكم بيه. خليكي عارفة حدودك كويس. مش معنى ان احنا رحنا جامعة ان احنا بقى ننفتح وغير المدرسة. انتي اللي بتعملي حدودك، ما انتي اللي بتبقي رقيبة نفسك. ما تستنيش المدرسة بتاعتك او المديرة او whatever مين هو اللي يجي يقولك ما تعمليش كده، ما تحطيش كده، ما تعمليش الاسلوب ده. انتي المسؤولة عن نفسك. احنا خلاص ناس كبرنا وفاهمين وواعيين، عارفين ايه الصح وايه الغلط. تمام تمام. خليكي على طبيعتك، ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، على رأي الأستاذ أحمد مكي. ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، دور جوه نفسك هتلاقي ميزتك. المهم تمام، يعني كلنا أكيد عارفينها. يعني ما تحاولش تكون حد تاني غيرك أو غيرك. تصرف بطبيعتك، الأفورة مش حلوة. خليك دايما وسط في كل حاجة. مش معنى ان احنا عايزين نبقى ناس شيك ولبسنا حلو ونبقى ناس ذات حضور ان احنا نأفور. لا، خلينا بساط. البساطة حلوة في كل حاجة. خليكي انتي على طبيعتك. تمام تمام. الجامعة بلد واسعة وكبيرة جدا، فيها ثقافات مختلفة، اللي هيجي من بلاد ومحافظات غير المدرسة اللي كان جنب البيت، اللي كان فيها ناس جيراني وصاحبتي اللي في الشارع اللي جنبي واللي ساكنة في العمارة اللي قصادي. لا، جامعة كبيرة، ناس وثقافات وطبقات مختلفة، المستوى الاجتماعي والمستوى الفكري، التربية، الأسلوب، ناس من كل حتة، يعني بجد من شرقها لغربها. فما تبقاش فاكر ان الموضوع زي المدرسة، لا، الموضوع كبير وعلى اوسع. فتقبل الثقافات المختلفة عنك، تقبل ان في ناس اسلوبهم مختلف. تمام. خليك متقبل الحاجة دي، وخليك عارف ان كل واحد حر في حياته. مش احنا اللي هنحكم على حد، مش احنا اللي هنحاسب حد، احنا مش القاضي، احنا مش اللي بنقول مين الصح ومين الغلط. كل واحد يخلي في نفسه وما نتكلمش على حد. بجد يعني انا
دايما بقول كل واحد يخليه في نفسه وما نتكلمش على حد، حتى لو حد ده بيعمل ايه احنا ملناش دعوه. اهم حاجه خليك في نفسك، خليك في الدايره اللي حواليك، قرب من الناس اللي شبهك. مش قصدي شبهك في مثلا مستوى مادي، لا، اللي شبهك حاسس عارف ان انت عامل معاهم اسلوبكم تمام. صحابي يا صديقي، الجامعه مش مكان للدراسه بس، لا ده مكان علشان نعمل صحاب. بجد بجد لو انت ما عملتش صحاب مش هترضى تنزل، هتبقى نازل كده وانت اصلا يعني عاصر على نفسك 3 كيلو ليمون. لا، اعمل صحاب عشان ده هيشجعك ان انت تنزل، انتوا هتشجعوا بعض وتسندوا بعض، هيكونوا دايما حابين تنزلوا، علشان بجد بجد يعني الحاجة بتهون لو معاك صحاب. فاعمل صحاب، خليك لذيذ كده، حد حبوب مش كشري، ابتسم في وش الناس، وخلي انطباعك الاول لطيف. تمام. ان انا اتكلمت عن اهميه الصحاب، ده معناه ان احنا بقى اول ما نشوف حد نحكي له قصه حياتنا على طول بقى، واخواتنا وبابا وماما، لا، لازم الشخص ده نعرفه كويس، الايام كفيله ان هي تعرفنا الناس وتعرفنا معادنهم. مش اي حد وخلاص تحكي له عن نفسك وتحكي له، بس خليك حد لذيذ، عرف اسمك، افتح كلام، بس ما تعرفش قوي انت مين وبتعمل ايه ومامتك واخواتك لا، خلي مش اي حد كده تحكي له. تمام. الموضوع ده انا بقوله لنفسي قبل ما بقوله ليكم، علشان محدش يقول حاجه لحد وهو مش اهل للثقه دي. فدي نقطة مهمة كنت حابة انبهكم عليها علشان محدش يقع فيها. الموضوع ممكن تكون شايفه بديهي، بس لازم تبقى فاهم ان اللي احنا هيشرح هيدي المحاضرة ده دكتور مش مستر، دكتور مش مستر، عشان يعني كده هو دكتور. ركز كتير، الدكتور والمعيد دكتور، كلهم دكتور، ما ده لو انت في هندسة مثلا بتقولوا باشمهندس، شوفوا ايه، بس هو بيتقال المعيد عامة بيتقال عليه دكتور، عشان ايه ما تحركش نفسك. تعرف نظام كل دكتور، كل دكتور بيعرف على نفسه ايه الحاجات اللي بيسمح بيها والحاجات اللي مش بيسمح بيها. مثلا في دكاتره مش بتسمح ان حد يدخل بعد ما هو يدخل، علشان ما تحركش نفسك قدام الدفعه كلها، تبقى عارف كده من الاول مين الدكتور عادي لو استأذنت بيخليك تدخل المحاضره ومين لا. تمام. لازم تبقى عارف ان في دكاتره في الباب مفتوح، لو وانت في المحاضره ممكن تقدر تخرج من غير ما تستأذن، في دكاتره لا، ممكن يحرجك قدام الدفعه كلها، وصدقني بلاش، بيبقى منظرك مش لطيف او منظرك مش لطيف. فلازم تبقى فاهم الدكتور ده كويس، ايه اللي بيمشي معاه وايه اللي مش بيمشي. الاكل في المحاضره، في دكاتره بتسمح ان انت تشرب عادي وتاكل لو معاك شيبس او حاجه، تمام. في دكاتره لا، اكيد انت خلاص لو جعان قوي يعني في الخباثه كده. تمام. حسب الكليه بتاعتك، في كليات عمليه لازم تنزل فيها كل يوم، في كليات لا بالحضور، وفي دكاتره لا. فلازم تبقى فاهم مين الدكتور اللي بيكتب الحضور علشان تحضر له، عشان صدقني انت لو في درجه انت اولى بيها. اخر حاجه عايزه اقولها لكم يا صديقي، ان الجامعه مش للدراسه بس، الجامعه علشان تعمل صحاب وتعمل تجارب مختلفه وتتعرف على ناس جديده وتروح اماكن جديده. اطلع رحله ان شاء الله لو مره واحده بس خلال ال4 أو ال5 سنين. الجامعه مش دراسه بس، اكيد لازم نذاكر ونجيب تقديرات كويسه، بس هي عشان تعلمنا، عشان الفترة دي نعرف ناس، نبقى عندنا مهارات في الحياة، مش كل حاجة بنتعلمها من الكتب. اي نشاط طلابي في الجامعة روح على طول، بجد حتى لو انت حاسس ان انت مش حابب المجال، لا روح جرب، مش هتخسر حاجة. اي ندوة بتتعمل احضرها، الوقت ده مش هتخسر فيه اي حاجة، انت فاضي مش بتعمل حاجة، فروح. سلام. حابة اقول لكم ان انا استمتعت وانا بعمل الفيديو ده، اتمنى انتوا كمان تستمتعوا وانتوا بتشاهدوا. فما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة لو دي اول مرة تشوفني.